السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في هذه الحلقة. والمغرب تصفح فرنسا، الغاء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمغرب، الغاء صفقات التسليح بين فرنسا والمغرب، الغاء مشروع القطار فائق السرعة من الدار البيضاء لمدينة أكادير المغربية، كان ستقوم به شركة فرنسية، ستقوم به الآن شركة صينية، شطب عدد من الشركات الفرنسية في البورصة. كلها أخبار سارة وجميلة، وبإذن الله إن شاء الله نسمع الخبر الجميل والمفرح تماما، وهو إلغاء تدريس اللغة الفرنسية في المغرب تماما بإذن الله إن شاء الله. وبإذن الله إن شاء الله المشروع أيضا يستمر في الجزائر. هناك صراع فرنسي مغربي، وهناك صراع فرنسي أمريكي. أمريكا وفرنسا الآن يعني يتحاربان في أفريقيا، وأمريكا بتساند الدول، بتساند المغرب، بتساند مالي، بتساند كل الدول التي تريد طرد فرنسا، واحنا مستفيدين من هذا الصراع. فأهلا وسهلا بهذا الصراع، ونحن مستفيدين. احنا بنبحث عن مصالحنا ودورنا، نحن انتهازيون. لما هم يعملوا انتهازية يقول لك ايه؟ نحن اذكياء ونحن ننتهز الفرص. لما تيجي تعملها تقول لك انت انتفاعي. احنا انتفاعيون وانتهازيون يا اخوي. تعالوا نبدأ ونرى هذا. وفي ظل انه فرنسا رغم انها تمد يدها لتشحت منا او تفرض علينا جزية وتأخذ اموالنا وتأخذ خيراتنا وتسرقنا، ثم تشتمنا في البرلمان الاوروبي، ثم ترفض الاعتراف بان الصحراء ارض مغربية، هذه ارض المرابطين الطاهرة. تعالوا نبدأ ونرى. نبدأ من قناة الحرة الأمريكية. المغرب وفرنسا إلغاء اجتماعات مقررة وغموض بشأن زيارة ماكرون. كل مرة ماكرون يحاول يقوم بزيارة للمغرب الموعد يؤجل، والآن الموعد ألغي إلى أجل غير مسمى. كما سنقرأ في تفاصيل الأخبار، ماكرون كان سيذهب لتوقيع صفقات لشراء الأسلحة، يعني المغرب تدفع جزية يعني، ومشروعات للشركات الفرنسية. فالمغرب استبق كل هذا وألغى اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، ولم تعد هناك اتفاقات يوقعها ماكرون إذا زار المغرب. فعمليا هذا معناه أن الزيارة يا جماعة ألغيت. هذا فهمي. تعالوا نكمل في تفاصيل الخبر. أن قررت السلطات المغربية بشكل مفاجئ إلغاء اجتماعين مهمين مسؤولين فرنسيين، في خطوة تعكس استمرار الرباط من قرار البرلمان الأوروبي الناقض لحالة الحريات في المملكة. وإن وسائل إعلام مغربية قالت إن الرباط ألغت زيارة نائب، ركز بقى، نائب مدير شمال أفريقيا والشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية للمغرب. يعني الباشا الفرنسي، الخواجة الفرنسي، كان سيذهب المغرب يعمل إيه؟ صفقات تسليح، يعطيك أسلحة لا قيمة لها ولا تصلح لشيء يعني، إنما هي كانت جزية يعني. فألغيت هذه الزيارة وضعت الفلوس على ماكرون. فأستراليا صفحت فرنسا ولغت معها صفقة الغواصات والطائرات. مالي صفحت فرنسا، أيضا بوركينا فاسو صفحت فرنسا، والآن المغرب أيضا تصفح فرنسا، وعقبال الجزائر وتونس. تونس قيس سعيد في البطاطا خالص يعني. طيب، والراجل ده اسمه أوليفيه لوكوانت، كان مقرر أن يزور المملكة يوم 23/24، يعني الزيارة لغاية خلاص. كما ألغت الرباط انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي التي كانت مقررة يوم 31 من الشهر بحسب موقع لوديسك المغربي. يعني تعتبر كده خلاص زيارة ماكرون ألغيت. هنا حضراتكم أيضا في الإعلام المغربي مستجدات مشروع تجيفي الدار البيضاء أكادير قد يصدم فرنسا. طردوا الشركة الفرنسية اللي كانت تعمل المشروع. والتفاصيل كشفت مصادر إعلامية أن المغرب يتطلع إلى تكليف إحدى الشركات أو المؤسسات الصينية لإنجاز الخط الثاني من القطار فائق السرعة البراق الرابط بين الدار البيضاء وأكادير بدلا من شركة فرنسية. وحضراتكم المشروع قطار فائق السرعة يبدأ من مدينة الدار البيضاء المغربية وينتهي عند مدينة أكادير المغربية. فالآن المغرب لغى المفاوضات مع شركة فرنسية، والآن المفاوضات تدور مع شركة صينية، وهذا جيد. لماذا؟ فرنسا جار، ويسهل ان هي لما تتواجد تبدأ تعمل استخبارات وشغل، وتبدأ ممكن تحتل البلد مرة أخرى. وفرنسا أصلا وفقا للقانون الذي أصدره ماكرون لتكريم الحركيين وكل هؤلاء وذكرانا في شمال أفريقيا إلى آخره، ففرنسا
لديها مشروع استعماري. لكن أمريكا الآن بتقول لها أنا فقط الذي أستعمر العالم وممنوع أي حرامي آخر يدخل. طيب الصين عدو، لكن الصين عدو بعيد عن المغرب. يعني الصين بالنسبة لدول الخليج خطر، لأن جارهم ممكن تجيب لك 100 مليون صيني تضعهم في الخليج، كل سنة طيب ضاع الخليج. لكن بالنسبة للمغرب بعيدة جدا. فأنت تعاون مع العدو البعيد لمواجهة العدو القريب اللي هو فرنسا. لكن فرنسا لو عملت استيطان في المغرب وكانت عملت استيطان في الجزائر مصيبة تدمر البلد. فلا بد أنت تبعد أي تواجد أسباني فرنسي في المغرب والجزائر خطر يا جماعة. أيضا هنا في وكالة الأناضول التركية أخبار مهمة. هل تهز أزمة التأشيرات مكانة فرنسا الاقتصادية في المغرب؟ وأن شركات فرنسية غادرت البورصة ومخاوف من تصاعد الآثار الاقتصادية. فرنسا تشحت ثم تطردنا وتقول لنا لن تدخلوا أرض فرنسا، ندفع لها الجزية ونصرف عليهم. ونحن أصلا ما هم شحنوا أجدادنا المسلمين من النيجر ومن تشاد والسنغال والمغرب والجزائر وتونس، وأخذونا حشو بنادق في حروبهم مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى والثانية. ولولا وقوف المسلمين وجنود المسلمين اللي حاربوا كان زمان جنود هتلر بيغتصبوا نساء الفرنسيات حتى اليوم. فمن الذي أنقذ باريس ومن الذي جعل فرنسا دولة أصلا؟ نحن المسلمين. ثم يأتي ماكرون ووزير داخليته يطردوننا وينزعون الحجاب من على رؤوس أمهاتنا المسلمات وزوجاتنا المسلمات وبناتنا المسلمات، ويغلقون المساجد ويغلقون المدارس الإسلامية. هم الديوسيين يقرروا تدريس اللغة الفرنسية في مدارسنا. ونعمل ايه باللغة الفرنسية؟ وفي حد بيتكلم في العالم الفرنساوي؟ يا جماعة انتوا في ايه؟ المهم الحمد لله شركات فرنسية طردوها من البورصة. تفاصيل خبر انسحاب شركات فرنسية في 6 ديسمبر يعني خلال الشهر الماضي. أعلن المغرب وقف تداول أسهم شركة سنترال دانون الفرنسية في بورصة الدار البيضاء. وتملك سنترال دانون مصنعين للحليب ومشتقاته في مدينتي الدار البيضاء والجديدة. وأيضا في أكتوبر أعلن المغرب وقف تداول أسهم شركة ليديك الفرنسية في بورصة الدار البيضاء. بيان البورصة قال إن شطب الأسهم جاء بناء على العرض العمومي الإجباري للسحب، وبناء على طلب المصدر اللي هي شركة ليبديك يعني. فكده شركتين فرنسيين طاروا، والشركة بتاع القطار أيضا. نأتي على وقائع فرنسية أخرى. فرنسا ترفض الاعتراف بأن الصحراء أرض مغربية. وطبعا من يرفض أن الاعتراف بأن الصحراء أرض مغربية هو خائن للإسلام والمسلمين، لأنه يعمل على تقسيم بلد مسلم. الأغرب أن فرنسا لا تقبل منها هذا الموقف تفعله، بل فرنسا استصدرت من البرلمان الأوروبي قرار ضد المغرب أن المغرب ليس فيها حريات والمغرب ليس فيها كذا. المهم طبعا شتيمة في المغرب في الآخر يعني. وحزب ماكرون في البرلمان الأوروبي، حزب الرئيس الفرنسي ماكرون، صوت ضد المغرب، يعني يشتمنا وجاي يشحت مننا. فأنا حضراتكم في موقع الإكسبريس الفرنسي ترجمة جوجل فرنسا المغرب، هذا هو قرار البرلمان الأوروبي الذي أحيا التوتر بين البلدين. وإن الرباط غاضبة منذ أن اعتمد البرلمان الأوروبي قرار يعبر عن قلقه من تدهور حرية الصحافة في المغرب. والمغرب تتهم باريس بأنها دبرت حملة مناهضة للمغرب في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي. في تفاصيل الخبر أنه المتهم الرئيسي من قبل الرباط أو المغرب هي فرنسا. القوى الاستعمارية السابقة متهمة بأنها دبرت حملة مناهضة للمغرب في بروكسل. طبعا يا جماعة الاتحاد الأوروبي بالأساس هو فرنسا وألمانيا وبعدهم إيطاليا. أسبانيا يعني بتصلح أمورها مع المغرب بعض الشيء. ففرنسا كان ممكن ترفض، أو النواب الفرنسيين يرفضون أن هم يصوتوا ضد المغرب، لكن النواب الفرنسيين صوتوا ضد المغرب لأنه بلد مسلم. وحزب ماكرون نفسه صوت ضد المغرب. الأكثر أنه فرنسا أيضا ترفض حتى الآن الاعتراف بأن الصحراء أرض مغربية. هنا في مجلة جين أفريكا الفرنسية ترجمة جوجل، توترات جديدة بين المغرب وفرنسا، تتكاثر الحوادث والأخطاء والخطأ وسوء التفاهم بين باريس والرباط في مواجهة ما تعتبره مظاهر عدائية من جانب فرنسا. لم تعد السلطات المغربية تخفي أن العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون صعبة. الحمد لله. هنا في موقع إكسبريس المغربي الممول من الإمارات، الخارجية الفرنسية تتمسك بالموقف الضبابي من قضية الصحراء المغربية. انتوا جايين تشحتوا فلوسنا وفي الآخر رافضين تعترفوا بالصحراء. يعني هو لما بيقتل له جندي فرنسي بيقول لك طلع بيان إدانة ان انت بتدين وتشجب قتل جندي فرنسي. طب لما بيقتل جندي مغربي في الصحراء المغربية، لا، فرنسا بتقول هذا حق الميليشيات الشيوعية البوليساريو المستأجرة من اسبانيا وكوبا وغيرها
من حقهم ان هم يقسموا المغرب ويقتلوا الجنود المغاربه عادي جدا. انت مسلم، دمك رخيص عند فرنسا، مالكش قيمه اصلا. هنا في قناه روسيا اليوم، البرلمان المغربي يعيد تقييم العلاقات مع نظيره البرلمان الاوروبي بسبب مواقف عدائيه، لانه البرلمان الاوروبي شوفوا مطلوب من المغرب عده امور: اباحه التحول الجنسي، اباحه الزنا. انا كنت تناولت فيديو سابق ان الزنا مباح في المغرب، وهذا غير صحيح في بعض الامور، يعني ساخصص فيديو لهذا شرح المساله بالتفصيل. فالمهم مطلوب من المغرب بعض الامور تتعلق بالاسلام والشريعه الاسلاميه وتقسيم المغرب، والبرلمان الاوروبي يريد ان يعمل في هذا، او هو يعمل بالفعل في هذا الاطار، فاصدر قرار ضد المغرب، والمغرب البرلمان المغربي رد باتخاذ قرار بتعليق التعامل مع البرلمان الاوروبي، وهذا امر جيد. ختاما يا جماعه، هنا خريطه المغرب، ولو راجعنا هنجد انه اخطر عدوين للمغرب اسبانيا، احتلت مدن واماكن مغربيه كثيره، وكذلك البرتغال، وكذلك فرنسا. وفرنسا احتلت الجزائر واحتلت تونس، واسبانيا ايضا احتلت العديد من المدن الجزائريه. والمشكله هم لما احتلوا الاندلس وذبحوا المسلمين في الاندلس، بداوا انتقلوا للمغرب وهذه المناطق وذبحوا المسلمين فيها. انت عندك مدينه سبته ومليله حتى الان جرى ذبح المسلمين فيها ونقلوا اسبان فيها، وهذا جرى في الجزائر وجرى في وهران وجرى في غيرها من المدن وجرى في طرابلس في ليبيا. ولكن الاسطول العثماني وخير الدين بربروس رحمه الله تدخلوا وطردوا الاسبان والقوى الاوروبيه، لانه كانت جيوش اوروبيه على فكره، يعني كانت دول اوروبا كلها بتعمل حلف وتبدا تخش حرب. يعني مثلا معركه الزلاقه اللي قادها يوسف بن تشافين من دوله المرابطين في المغرب، دي كانت حرب مع كل اوروبا. عبد الرحمن الداخل الامير الاموي رحمه الله اللي هرب من العباسيين واسس دوله امويه في الاندلس، ده خاض حرب مع شارلمان، جمع كل جيوش اوروبا ودخل في حرب مع عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل نسفه الله يرحمه، سليل الامويين يعني. فالمهم والله هو صديق مغربي كاتب في التعليقات اليوم انه درسوا لنا ان عقبه بن نافع هو الذي فتح شمال افريقيا وادخل الاسلام في شمال افريقيا، ولا قالوا لنا فهو موجود في اي دوله. يعني كان عقبه ده كان ماشي مع نفسه. ونحن درسوا لنا ايضا في المدارس قصه عقبه بن نافع، لكن لم يذكروا الدوله الامويه اللي هي ارسلته وارسلت الجيش ولا بكلمه واحده. رحم الله بني اميه، اللهم امين يا رب. فالمهم نحن في اطار الخطر الفرنسي والخطر الاسباني والخطر البرتغالي نتعاون مع روسيا في هذه المنطقه، نتعاون مع الصين، نتعاون مع الامريكان. لكن في منطقه اخرى زي الخليج من الخطر احنا نتعاون مع الصين، لان هي خطر جار. فانت دائما اضرب الخصوم ببعضهم البعض. في منطقه سوريا من الخطر جدا انك تتعاون مع روسيا، لان روسيا جار، وروسيا جار استيطاني. ولماذا انا اريد ان روسيا تهزم في اوكرانيا؟ لان هي لو انتصرت في اوكرانيا هتبدا تدخل على اذربيجان وهتبدا تهجم على تركيا. فهي المساله انت في الجزائر تحالف مع روسيا براحتك، روسيا بعيد عنك، لكن تركيا الوضع مختلف، المغرب الوضع مختلف. ننتبه يا جماعه، فهمنا القصه؟ اضرب الخصوم ببعضهم البعض، واحنا في الاخر بنبحث عن مصلحتنا وننتهز الفرص. ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب عقبه بن نافع الفاتح الاسلام العظيم رضي الله عنه، ارجو الاستماع لهذا الكتاب. هنا في فيديوهات على اليوتيوب ارجو مشاهدتها. اسفل الفيديو رابط صفحتي على الفيسبوك وتويتر، رابط قناتي على التليجرام، ارجو الاشتراك في القناه. هنا قناه فيديوهات الوثائقيه التاريخيه، ارجو ان تشاهدوها الائمه في مجال التاريخ. ارجو منكم الاشتراك في القناه والضغط على هذا الزر. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.